الأصدقاء الأعزاء، السوريين والسوريات، كردا وعربا وسريان، ومن كل المكونات في الوطن وفي المهاجر والشتات. مرحبا. بلدنا سوريا بلد المفاجآت، نظام يسقط بسرعة الصاروخ، ونظام يصعد كمان بسرعة الصاروخ، وصدمات ونكبات تنهال على هذا الشعب الجريح المنكوب، الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته. حكومة الشرع، حكومة أحمد الشرع بتفاجئنا، ويعني يوما إثر آخر تؤكد لنا هذه الحكومة بأننا يعني أخطأنا التقدير في التفاؤل والترحيب بهذه الحكومة، وأنه يعني الطبع غلاب والعرق دساس، فمن شب على شيء شاب عليه. الموجودون في السلطة معروف خنادقهم العقائدية والأيديولوجية، ولا يمكن أن يقتنعوا بشيء اسمه ديمقراطية وتنوع وتعددية، ويعني غير مرتاحين، يرون في التنوع والتعددية مقتلا لهم. رغم حديثهم الغزير عن الوطنية والدولة الوطنية، وكلنا سوريين، كلنا سواسية كأسنان المشط أمام القانون في الحقوق والواجبات، وكله حكي بحكي. طبعا مسلسل الأكاذيب، أكاذيب هذه الحكومة بدأ من التحضير لمؤتمر الحوار الوطني، والكومبارس اللي حضروا. طبعا كان في ناس محترمين كمان حضروا، لكن المحترمون في هكذا أنظمة لزومهم لزوم الديكور، للتمويه والتضليل وتمرير الأجندات يعني. وقيل فيما قيل على لسان الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، هو مؤتمر تشاوري لن يتخذ إجراءات وقرارات وتوصيات. وبعدين صار لجنة الإعلان الدستوري بناء على توصيات المؤتمر، وبعدين هاي اللجنة كمان أقرت الإعلان الدستوري بناء على مؤتمر حسن الدغيم والشرع وتلك الجوقة التي شاهدتموها يعني. مهم أنا طبعا ككل السوريين يعني توقعت أن يكون مسودة الإعلان الدستوري أو نص الإعلان الدستوري، ما عاد مسودة بعد ما وقع عليه الشرع، أنه يكون مختلف ويعبر عن جزء من تطلعات وطموحات الشعب السوري في الديمقراطية، في التنوع، في التعددية، في الإقرار بالحقائق القومية، الاعتراف بالمكونات، الاعتراف بالشعب السوري، لأنه الشعب السوري ثابت والدولة متغيرة بدليل ما شاهدناه، يعني بدليل أنه حاليا يصار إلى تأسيس دولة جديدة تكون استكمال وتتمة للدولة السورية ومختلفة عنها، لكن نسبة الاختلاف تكاد تكون شبه معدومة يعني. ما هي أوجه الاختلاف ما بين دستور السابق، دستور نظام الأسد، وهذا الدستور؟ وجه الاختلاف أنه إذا كان في كلمة ديمقراطية في دستور بشار الأسد فشلوا هالكلمة كمان. أنا لا أقول أنه دستور بشار الأسد كان أفضل، لكن أي دستور مهما كان مبادئه جميلة ومثالية ونموذجية،
السلطة الحاكمة إذا كانت استبدادية وشمولية، فالدساتير لن تمنعها من ممارسة الاستبداد، والدساتير الجميلة أحيانا تكون مكياج لأنظمة قبيحة. لكن أحيانا نموذج آخر، يعني نظام حكم يبدأ يعني نظام أحمد الشرع يبدأ حكمه بمجازر في اللاذقية في الساحل السوري، وضد مكون رئيس وأصيل وتاريخي من الشعب السوري هم العلويين. ونظام يبدأ يعني حكمه بالأكاذيب فيما يتعلق بالمؤتمر الحوار الوطني، وفيما يتعلق بلجنة الإعلان الدستوري والإعلان، وتكلل ولسه في جعبة أحمد الشرع المزيد من الأكاذيب، فانتظروا يعني المزيد من النفاق والكلام الجميل والكلام المعسول والتهدئة وترطيب الخواطر وحقن المجتمع بالباراسيتامول والمسكنات وكذا، وبعدين يمرر اللي بده إياه يعني. مؤسف يعني القول إنه هذه حال السوريين. ابتلى السوريون على مدار 6 عقود بنظام فاشي قومي طائفي مقيت وكريه ومجرم. والآن أيضا يعني نحن يعني بحكم الأمر الواقع، السلطة الموجودة سلطة أمر واقع، تسن وتعقد مؤتمرات وتعمل علاقات ويعني تهندس لنا حياتنا ومستقبلنا وفق عقيدتها الأيديولوجية. طيب، يا عبد الحميد العواك رئيس اللجنة عندما قدم هذه التخريجة لدستور جمهورية أحمد الشرع أو دستور أبو محمد الجولاني للجمهورية العربية الإسلامية السنية، يعني هاي التخريجة لماذا تذكركم وعملية السلق هاي والسرعة في الإنجاز؟ يعني إسقاط النظام السوري كلف السوريين ملايين النازحين، مئات الألوف من القتلى والضحايا والأسرى والمفقودين، و14 سنة من الصراع الدموي. وإعداد مسودة الدستور لم يكلف عبد الحميد العواك ومن كلفه يعني قرابة أسبوعين 10 أيام لحتى يطالعوا لنا بهالتحفة يعني القانونية والفقهية التي تثير الغثيان بصراحة، ولا يمكن التعويل عليها. على الصعيد الشخصي يعني لا يمكنني أن أعول على هكذا نص إعلان دستوري، وهو أقرب وأشبه وربما أسوأ من الإعلان الدستوري اللي ساواه جماعة الإخوان المسلمين في مصر في 2012 2013 لما وبعدين ضبطوا الدستور، وبعدين راح الإخوان ودستورهم والإعلان الدستوري تبعهم والملاحق الإعلامية واللقاليق اللي كانوا موجودين وقتها ويتصدرون المشهد الإعلامي في مصر وقت ذاك، والآن هم منتشرون في لندن وفي تركيا. هذول الموجودين في دمشق أيضا في تقديري دمشق ستلفظهم كما لفظت دمشق الكثيرين من الاستبداديين. يعني دمشق لفظت العثمانيين، دمشق لفظت الفرنسيين، ودمشق لفظت نظام الأسد أيضا. ودمشق لن يحكمها طاغية قومي أو ديني أو طائفي أو يساري أو يعني أي شكل من أشكال الطغاة. دعونا نعود 25 سنة إلى الوراء ونرى تلك المهزلة لكي نواصل الحديث عن المهزلة التي رأيناها هذا اليوم.
أيها الزملاء، وردني اقتراح من أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة 83 من الدستور، لذا أطلب موافقتكم على إدراج هذا الاقتراح في جدول أعمال جلسة اليوم. الموافقون اجمع. مثل ما وصل رئيس البرلمان السوري الرفيق المناضل عبد القادر قدورة، كمان وصل للرفيق المناضل عبد الحميد العواق رئيس لجنة صياغة الإعلان الدستوري توصيات وشكل معين من الإعلان الدستوري اللي راح يكون أيضا يعني أرضية لدستور لسوريا. إذا بقي السوريون هكذا، إذا تراخى مش تراخى، يعني إذا تراخى وتعامى الكرد وتراخى وتعامى السريان وتراخى وتعامى العلويون والإسماعيلية والدروز والمسيحيين والأرمن، كل تفاصيل ومكونات الشعب السوري، وبقوا متفرجين وكأنه الأمر لا يعنيهم، سيستمر أحمد الشرع في طهي طبخته وتقديمها للسوريين، هذا يعني ويعني يرسخ أركان حكمه الطائفي والفصائلي. طبعا شفتوا عبد القادر قدورة، إجماع يا رفاق، إجماع، ويعني جرى تغيير مادة تتعلق بسن بشار الأسد. في تقديري لو كان يعني طبعا هذه المادة أعتقد غير موجودة الآن في الإعلان الدستوري، تحديد سن الرئيس. المهم هو دين الرئيس شو بيكون، يعني ملتزم بهذا الدين، غير ملتزم بهذا الدين، يعمل بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنصوص القرآن الكريم، لا يعمل بهذا موضوع آخر. المهم مسلم وسني وملتحي، كيف يكون سلوكه وتعامله مع الرعية مع العباد والبلاد، هذا شأن آخر. لا، المهم يكون مسلم، ومش بس مسلم، سني. لو اني مش ذاكرين في الاعلان الدستوري سني، لكن سيكون محال، يعني السنة او الجماعة الحاكمين خلاص سيرسخوا هذا التقليد انه الاسلام، هنالك جماعات اسلامية اخرى، لكن الاسلام الحقيقي والفرقة من الناجية من النار هي اهل السنة والجماعة والجماعات الجهادية السلفية الجهادية واشتقاقات الاخوان المسلمين والاخوان المسلمين. الاسلام السياسي، الإسلام السياسي السني، لا الإسلام السياسي الشيعي أو الدرزي أو الإسماعيلي أو العلوي، لا، الإسلام السياسي السني. هكذا يعني سيصار إلى طبخ وطهي المسألة على طريقة عبد القادر قدورة أو ما يقاربها ويتقاطع معها. أطل علينا عبد الحميد العواق وفي حضور أحمد الشرع ونائبه الشيباني أسعد الشيباني، وجرت تلك المهزلة كما جرت مهزلة عام 2000 بعد مضي يعني ساعات على أو أقل من ساعة من موت حافظ الأسد. يعني ما حدا مات، لكن لم يتريثوا فورا بعد المجازر اللي صارت في اللاذقية بحق العلويين. يعني الأمور ما زالت مستمرة والجراح ما زالت مفتوحة، فورا سنوا وصدروا ووقعوا على إعلانهم الدستوري. مش مشكل، لكن ما لفت نظري في
تخريجات عبد الحميد العواق للنقاط الخلافية. مثلا تفضلوا. من حيث الموضوع في الأحكام العامة، تجمع الدساتير على تحديد اسم الدولة وهويتها ضمن الأحكام العامة، ولأن اسم الدولة وهويتها محددان منذ دستور سوريا عام 1920، وقد استمر الأمر على ذلك في مجمل الدساتير حتى غدا اسمها عرفا دستوريا. لذا لم تعمد اللجنة إلى تغيير ما تعارف عليه السوريون منذ تأسيس الدولة، لقناعة اللجنة أن شرعيتها ومشروعية ما تنتج لا تحتمل التغيير في الأحكام العامة، ومنها اسم الدولة الذي بقي الجمهورية العربية السورية. سمعتم أنه الموضوع الحفاظ على إحالة اسم الدولة إلى انتماء عرقي وقومي، الجمهورية العربية السورية، وجرى بحكم العرف المتداول في الدساتير السابقة. وطبعا يعني هذا الكلام عاري عن الصحة، وعيب يعني لشخص مسن وفي هذا المقام أن يكذب على السوريين، يعني عيب في هذا الخصوص. والوثائق متداولة يعني، وفي برسم المشاع، والناس بإمكانها أن تطلع على مضامين تلك الدساتير. طبعا الدستور الأول للكيان السوري على زمن الانتداب الفرنسي عام 1920 و 21 22، لأنه يعني طبيعي أنه يقال أنه رئيس الدولة أنه يكون عربي ومسلم. معروف أنه الأغلبية في وقتها يعني في تلك المنطقة، منطقة الشام ككل، ما كان في شيء يعني التقسيمات الأردن، لبنان، وفي الشام الأغلبية هم العرب والمسلمين. لكن رغم ذلك ما كان في شيء التوصيف الهوياتي للدولة. راح أورجيكم يعني نماذج، يعني دستور عام 1930 ودستور عام 1950، دستور الاستقلال أو يعني وذكر الإعلان الدستوري تبع عبد الحميد العواق وأحمد الشرع أنه يستند على روح دستور عام 1950. لنشوف بعدين يعني هل يستند أم لا يستند. تفضلوا نشوف النموذجين يعني من دستور عام 1930 ودستور عام 1950، وكيف يوصف الكيان السوري.
طبعا في الدستور، دستور عام 1930 بيقول الدستور السوري لدولة سوريا، لدولة سوريا مش لدولة سوريا العربية. التيتل يعني العنوان العريض للدستور، المادة الأولى بتقول سوريا دولة مستقلة ذات سيادة إلى آخره. مش مذكور في هذا الدستور أنه سوريا دولة عربية أبدا. واللي حابب يتأكد يرجع للنص PDF. يعني أنا حولت PDF إلى فيديو مشان التوثيق، مشان عبد الحميد العواق مرة ثانية يطلع على الشاشات يعرف شوي. يعني إذا فبرك أكاذيب على السوريين، يعني السوريين مش مهابيل ومساطيل ويصدقوا ويصفقوا مثل ما صفقوا، أو البعض منهم صفق لعبد القادر قدورة ولعبد الحميد العواق. دستور عام 1950 الفصل الأول في الجمهورية السورية، في الجمهورية السورية. بعدين في عملية الشروح بيقول يعني الجمهورية السورية العربية، يعني في الخوض في الشروح. لكن في الوثائق الرسمية، وانتم شفتوا جوازين سفر، واحد دبلوماسي والجواز ثاني في سنة 53 وفي سنة 57 وأصدار وثائق رسمية يعني بناء على هذا الدستور. موجود الجمهورية السورية مش الجمهورية العربية السورية. وهذا الموضوع يعني قتل بحثا ودراسة، وموضوع انه كيف يعني دخل توصيف العربية اللغة أو صفة العربية للجمهورية السورية في دساتير فترة الانفصال، وفي دساتير النظام السوري البائد. يعني هذا من جهة يعني. لكن وأيضا لو الموضوع هيك يعني لازم الدساتير السابقة وبحكم العرف اللي حكى عنه، ما في شيء في نظم الدساتير وفي الفقه الدستوري أو هيك شيء مسألة الأخذ بالأعراف، لأنه أحيانا الأعراف تكون سلبية. ممكن العادات والتقاليد والعرف العام أحيانا يعني مظاهر سلبية يحاول الدستور صونها والدفاع عنها لأنه هي مجرد عرف. لا، يعني في جوانب إيجابية يعني تتسرب ويعني تتحول إلى عملية قوننة لهذا العرف داخل الدستور، سواء في المواد الرئيسية أو المواد الفرعية. لكن مسألة هوية الدولة لا يقال أنه والله في العرف لأنه حسبنا ما وجدنا عليه دساتيرنا السابقة. مش هيك يعني. والدستور مش نص مقدس حتى أنت تحافظ عليه والله هيك شفناه. لا، لازم يكون في سند معتبر، سند قانوني معتبر، سند اجتماعي، سند ثقافي، سند في هذا الإطار. يعني أنت هاي الدولة هي مؤسسة والهيكل العام اللي بينظم العلاقة بين مكونات المجتمع، والهيكل الإداري اللي بيوزع السلطة والثروة ويقدم الخدمات لمكونات المجتمع. ما لازم ينبغي أن تكون الدولة محايدة، يعني ما لها صفة قومية في هذا الإطار. يعني هذا الكلام اللي أنا بقوله له سند، مش يعني في مسألة العرف والمتداول وهيك كانت الدساتير فخلاص الإعلان الدستوري يبقى يسير على هدى من الدساتير السابقة. الناس تتطور، الناس تتعدل. الدساتير السابقة مش يعني كانت منصفة 100%، حتى دستور عام 1950 لم يكن منصفا يعني. والدساتير الأخرى التي يعني قيل استند عليها عام 1920 و30 وكذا لم تكن وقت ذاك يعني ما عند السوريين تلك الخبرة والمراسل الذي يعتد به لسن دساتير تنصف الواقع السوري.
في الإعلان الدستوري يعني هنالك تعريف للدولة، لكن لا يوجد هنالك تعريف للناس اللي يفترض أنه الدولة تخدمهم. الشعب السوري اللي بنقول الشعب السوري واحد والشعب كله مشان الشعب وسلطة الشعب، لا يوجد هنالك تعريف لهذا الشعب. من هو الشعب السوري؟ وممكن أحدهم من لقاليق نظام أحمد الشرعي يجي يقول لي معروف الشعب السوري مين هو. الشعب السوري واحد 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 ما بعرف شو من هالقصص. لا، الشعب السوري واحد لكن يتكون من مجموعة شعوب في مكونات قومية، في مكونات متعدد القوميات، متعدد الأديان، متعدد الطوائف. تعريف هذا الشعب داخل الدستور السوري ضرورة دستورية أساسية مصيرية وجودية. هذا الشعب لازم يتعرف، يعني الشعب الفرنسي كذا، الشعب الألماني كذا، هنالك محاولة تهرب. يا أما بيقولوا كمان الشعب العربي كل من على الأرض السورية عربي سوري مثل النظام البعثي السابق، وبعدين بيطلقوا تصريحات الكرد جزء من المجتمع الكردي، والكرد كذا أو السريان كذا. من لا، لازم يكون التعريف واضح. تعريف الشعب السوري مثل ما أنت بتعرف الدولة وهي متحولة ومتغيرة، يعني نظام حكم وتغيرت وتعدلت وتبدلت الكيان السوري، لكن الشعب السوري باق، وهذه الدولة المتغيرة في خدمة هذا الشعب السوري المستمر والباقي. وينبغي أن يكون هنالك تعريف واضح وصريح لهذا الشعب. من هو الشعب السوري؟ يعني الشعب السوري مكوناته القومية 1 2 3، مكوناته الدينية، مكوناته الطائفية، يتعرف بشكل واضح، والدستور بعدين يأتي ويضمن حقوق هذه المكونات والشعب مكونات الشعب السوري. هذا مش موجود في الإعلان الدستوري. وإذا سكتت مكونات الشعب السوري، السريان قبل الكرد، والكرد قبل الأرمن، والأرمن قبل يعني مكونات قومية ومكونات طائفية ودينية، إذا سكتت عن حقوقها وهوياتها فالموضوع سيستمر. ويعني عجلة نظام أحمد الشرع يعني تحاول هندسة الشعب السوري على مقاس منهاج أهل السنة والجماعة، ويا ريته يعني كان فعلا حقيقي وملتزم بمنهاج أهل السنة والجماعة. حتى أهل السنة والجماعة مش هيك بفكر أهل السنة والسلف الصالح الحقيقيين، مش يعني الدجالين، يعني اللي بيحاولوا يرتكبوا الفظائع والمجازر استنادا على يعني على اجتهادات على أساس أنه أهل السنة والجماعة. على العموم شو كمان في هذا الإعلان الدستوري، إعلان أحمد الشرع وعبد الحميد العواد وحسن الدغيم كمان، يلا مش مشكلة. الباب الأول أحكام عامة. المادة 1: الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها. ممتاز ممتاز. الآن بعد توقيع أحمد الشرع على هذا الإعلان ينبغي أن يطالب الأتراك بالخروج من الأراضي السورية التي يحتلونها في مناطق إدلب وريف حلب ومناطق عفرين. أشوف الظلم، يعني أشوف الرئيس الوطني الحريص على سيادة واستقلال سوريا كاملة، والحريص على وحدة جغرافية
يعني وحدة سوريا الجغرافية والسياسية، وأنه لا ينبغي التخلي عن أي جزء منها للتركي. تفضل يا سيادة الرئيس، يا فخامة الرئيس، أشوفك تقول كلمتين حلوين للأتراك أنه اطلعوا. هذا أول. المادة 3: دين رئيس الدولة الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. هذا كمان عبد الحميد العواد برره بما يتعلق بالعرف يعني، لكن مش مشكل رغم أنه هيك مادة يعني تتنافى وتتعارض مع مفهوم الدولة الوطنية، الدولة اللي يعني مناصب الدولة، المناصب السيادية للدولة تكون مفتوحة لكل مكونات الشعب السوري. هلا في سوريا صار ممنوع على المسيحي، بيقول لي سابقا كمان كان هذا معتمد، لكن سابقا هذا ظلم، والاستمرار في الظلم ظلم يعني. دين رئيس الدولة هو الإسلام، معناته إذا واحد محترم وأفندي يعني انتخابات رئاسة الجمهورية خلاص ما عاد في مجال أي واحد مسيحي يتقدم لهذه الانتخابات ينبغي أن يكون دينه الإسلام. المنافسة محصورة بين المسلمين لرئاسة الدولة. هذا يعني مجحف، ومش ما في دولة وطنية هيك بتساوي، ما في دولة وطنية يعني تحصر طبعا في ناس بيقولوا يا طيب مذكور مثلا يعني انه ديانة الملك البلجيكي او الملك الهولندي انه يكون مسيحي. طبعا انا يعني بس منصب الملك هو منصب تشريفي ما له علاقة، يعني ملكية دستورية. الأساس في اتخاذ القوانين والقرارات والسياسات وكل هذه التفاصيل هو رئيس الحكومة، مش الملك. طبعا هذا الكلام كمان مش موجود، يعني الذي يحكم سوريا مش ملك، ورئيس جمهورية، منصبه بمنصب رئيس الوزراء البريطاني، رئيس الوزراء البلجيكي، رئيس الوزراء الهولندي، أو المستشار الألماني. هكذا تقاس المناصب يعني في زيارات أحمد الشرع ما بيجي الملك البلجيكي بيستقبله رئيس الوزراء البلجيكي، رئيس دولة، رئيس وزراء دولة بنفس المقام يعني، مشان ما يصير خلط في هيك تفاصيل. أحيانا إن في ناس هيك بتحاول تلاقي هيك تخريجات للمسألة. نفس القصة، وأنا سبق ذكرت وكررت أنه الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. نعم صحيح مش مشكل، لكن ينبغي أن يكون مرفقا، والفقه المسيحي كمان، والفقه اليهودي كمان، والفقه الإيزيدي كمان، ما يكون في هنالك تمييز دين عن دين. هذا تمييز، هذا تمييز. أنت ميزت وأغلقت منصب رئاسة الجمهورية على قومية، على ديانة، وأكيد هاي الديانة يعني ستكون أهل السنة، مش يعني غير متاح شو اسمه فيصل القاسم بده يرشح حاله مثلا. فيصل لا حبيبي أنت درزي مثلا، مغلق، مش مسموح لفيصل القاسم المسكين، صار له يعني 15 سنة وربى دقن وكذا، يعني باقي له شوي يتسنن لحتى ممكن يحظى أو يكسر هذا الحاجز، حاجز الديانة الإسلامية، ويروح ويتوب ويحج ويتخلى عن طائفته وملته مشان يكسر هذا أو يكون منسجم مع هذا البند. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، مع مصدر رئيس كمان فيها تمييز، مع ذكر المصادر الثانية. يعني انتم شو رح تخسروا؟ انتم شو رح تخسروا اذا حكيتوا؟ يعني رح يعني هل ستفقدون شيئا من كرامتكم، من دينكم، من مذهبكم، من عزتكم اذا قلتوا الفقه المسيحي ايضا، والفقه الايزيدي، والفقه اليهودي، بالاضافه الى يعني الاديان الاخرى؟ شو رح تخسروا؟
لا بيصير الإسلام في خطر وإسلاماه و يعني غريب. هذه المادة المادة 3 تتعارض، في هنالك تعارض دستوري يعني بين المواد. هذه المادة الدين رئيس الدولة الإسلام، والفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، تتعارض مع المادة 10. شو بتقول المادة 10؟ المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات من دون تمييز بينهم في العرق أو الدين أو الجنس أو النسب. كذب، غير صحيح. المادة المادة 3 تقول دين رئيس الدولة هو الإسلام. شلون المسيحيين والمسلمين والإيزيديين واللادينيين متساويين في أمام القانون في الحقوق والواجبات؟ متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن مش في المناصب السيادية، مش في منصب رئيس الدولة ولا في منصب رئيس. طيب أنتوا ذكرتوا منصب رئيس الدولة، اذكروا منصب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. ليش ما ذكرتوا هذا الموضوع؟ راح يقول لي بحكم العرف طيب يا حبيبي، انت شو اشتغلت خلال هالاسبوعين يا استاذ يا سياده الفقيه القانوني دكتور عبد الحميد العواد؟ انت خلال جيب دستور 2012 تبع النظام السوري وخلاص، وحط 2025 وانتهى. انت شو غيرت؟ ما يعني غيرت للأسوأ مش للأفضل. ففي تعارض يعني بين الأحكام الدستورية والمواد الإعلان الدستوري. وبناء على هذا الإعلان الدستوري، إذا تم السوريين ساكتين عليه، سيمرر وسيبتنى عليه دستور سوري ثابت، واللي مش عاجبه يغادر ويشرب من البحر. هيك رح يتعاملوا مع السوريين. في نقطة كمان في المادة 7، يعني الاعتراف بحقوق المكونات، وهي لازم يسمعها جماعة قسد. تعالوا يا جماعة قسد، يا تبع الحفاظ على المكونات في الإدارة الذاتية والعقد الاجتماعي تبعكم والقصص، وصار لكم 14 سنة تقاتلون وعلى أساس أنه أنتم أصحاب مشروع وخصوصية وكذا. شوفوا وين حقوق الكرد. الكرد غير مذكورين في هذا الإعلان الدستوري، حتى ضمن تعريف الشعب السوري مش مذكورين. السريان مش مذكورين، يا نخب السريان انتم مش مذكورين. الارمن مش، ولا حدا مذكور من مكونات الشعب السوري. طبعا مش يعني صحيح مع ذكروا العرب، لكن شو الجمهورية العربية السورية تكفي وتزيد وتخل بالحقيقة الوطنية لهذه الدولة، يعني حالات القومية تحدث تمييزا ما بين ملة وأخرى. هذا تمييز. خلوها الجمهورية السورية مثل مثل يعني ال50 في فترة الخمسينات ومنتصف الخمسينات. راجعوا وثائق تلك الفترة راح تشوفوا يعني الجمهورية السورية موجود على الباسبور في 53 وال 57 على مدى 5 سنوات، ونموذج من وثيقتين رسميتين. والسوشيال ميديا والإنترنت مليان بهذه الوثائق فيما يتعلق بتسمية الدولة. الجمهورية السورية جميلة وحلوة، يعني وين يعني الانتقاص من العرب والعروب إذا كانت الجمهورية السورية وين؟ وضمن التعريفات الضمنية يذكروا يعني، وطبعا هذا كمان إخلال. ما لازم الدولة الوطنية الحقيقية اللي تحافظ على يعني تكون على مسافة واحدة من كل مكوناتها لا تذكر أبدا هذه الإحالات القومية. تلتزم الدولة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحترم وتجرم دعوات التقسيم والانفصال. يعني
التقسيم عندما تعطف مفهوما على مفهوم آخر، يعني ليس كل تقسيم انفصال، وإنما كل انفصال هو تقسيم. بمعنى حتى اللي بيطالبوا بحكم ذاتي أو إدارة محلية أو كذا، هذا سيصنف على أنه تقسيم ويجرم. هذا الإعلان الدستوري يجرم مطالب الدروز بإدارة لهم، يجرم مطالب الكرد بوجود إدارة خاصة في مناطقهم تضم الكرد والعرب. يجرم. أنت سمعان جنرال مظلوم؟ يجرم. هذا الإعلان الدستوري يجرم ما أنت وجماعتك على 14 سنة تنادون بها. يجرمونك يا أهبل رايح هيك وعلى السريع، شوية ضغوطات تركية على شوية ضغوطات أمريكية على شوية ضغوطات أوجلانية، وطلعت هيك بسرعة الغزال، بسرعة الفهد، بسرعة فهد جابر الصباح لما غزا صدام حسين الكويت. دغري طرت لأحمد الشرع ووقعت وسلمت يعني وأذعنت. يجرم. هذا الإعلان الدستوري يجرم كل ما بيسموها تقسيم. أي شيء مثلا نظام لا مركزي في سوريا، لا يوجد ذكر لأي شكل من النظام اللامركزي في هذا الإعلان الدستوري. يجرم تقسيم. هذا طبعا هذا خاضع لفقه واجتهادات عبد الحميد العواق وأسعد الشيباني من هذا، ولقيام الساعة يكتب تويتات بالكردي. أنا معني مش بتويتاته اللي باللغة الكردية، أنا معني بالوثائق. توهمنا قلنا أنه بناء على هذه التويتات وبناء على تصريح أحمد الشرع للصديق عمر شيخ إبراهيم أنه فعلا راح يكون في إنصاف وفي توازن وكذا، أوهمونا وأسقونا الأوهام بهذه التصريحات الإيجابية، ولازم نكون إيجابيين. والنقد البناء وهن عم يبنوا في بكيان ودولتهم الطائفية. مش بس هيك، تلتزم الدولة السورية بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، تمام، وتجرم دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي والاستقواء بالخارج. بناء على هذه المادة كل هؤلاء لقاليق نظام أحمد الشرع اللي كانوا بيستقووا بالتركي على السوري، هؤلاء ينبغي أن يجرموا ويفوتوا بالسجن. وأولهم أبو عمشة، أبو طفشة، أبو ضبشة، أولهم شو اسمه أبو شعرة، أبو شقرة، أبو دمعة، شمعة، أبو دمعة يقفز من فوق الشمعة، شو اسمه نسيت اسمه، هذا وزير الدفاع. ما مهيب، مرهف، أبو شقرة، أبو شفرة، أبو ما بعرف شو. هؤلاء الذين تعاملوا مع الأجنبي واستجلبوا الأجنبي ضد السوري ينبغي أن يجرموا وتنزع عنهم أوسمتهم ورتب وإلى السجن يلا. والاستقواء والدعوة للتدخل الأجنبي. يعني الآن الشيخ حكمة الهجري أو العلويين إذا صار في حقهم مجازر أخرى لا سمح الله، لازم ما يحطوا ملح على الجرح ويسكتوا. ما أوقحكم بها الإعلان الدستوري تبعكم، هذا إعلان دستوري، هذا خلاص يعني بيان اتهام لكل من يعترض، يعني لكل من يستنجد، حتى يستنجد بالعرب. نخوة إذا صار مجازر لا سمح الله بمنطقة السويداء، واستنجد أهل النخوة والكرامة وبني معروف في السويداء بالعرب، فهذا طلب تدخل الخارجي. إذا استنجدوا بالمجتمع الدولي هذا تدخل خارجي. وجماعة الإخوان والسلفيين وصار لهم 14 سنة يستنجدوا
جمعة التدخل الخارجي والتدخل الدولي هذا ليس تجريم. الآن خلاص صار عندهم حكم، أي تدخل خارجي سيكون ضد حكام سوريا الجدد. بمن سيستنجدون إذن؟ أهل الساحل إذا تعرضوا إلى مذابح أخرى، والمذابح يعني والإجرام الطائفي ما زال مستمرا. إذا لم يستنجدوا بمصر، إذا ما استنجدوا بالعرب، بالجامعة العربية، بالمجتمع الدولي، بمين راح يستنجدوا؟ بمهند القاطع؟ بجميل الحسن؟ بمين راح يستنجدوا؟ الأكراد إذا تعرضوا لمشكل لا سمح الله، بمين راح يستنجدوا؟ أكيد راح يستنجدوا بالمجتمع الدولي. لا، هون صار الإعلان الدستوري يجرم دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج. شوفوا النص، نص استباقي مسموم. أي واحد، أي كاتب، أي مثقف، أي كيان سياسي يحاول أن يكون له علاقات مع دولة أو كذا، هذا الإعلان الدستوري خلاص فايز النوري جديد، عبد الحميد العواق فايز نوري جديد. أنت تتواصل مع دولة أجنبية وتستقوي بالأجنبي ودعوات الأجنبي. هذا إعلان يعني لكل النشطاء اللي ضد كل النشطاء الموجودين في برلين أو في واشنطن أو في باريس اللي لهم علاقات وغير منسجمين مع توجه حكومة أحمد الشرع. كتير خطير. وإذا سكت السوريين على هذا الإعلان الدستوري اللي هو عبارة عن يعني فتاوى واتهامات جاهزة وخاضعة للتأويل يعني، لكن مع الأجنبي تستقوي بالأجنبي، دعوات تقسيم، بدك أكراد، تقسيم انفصالي، تقسيمي، زئبقي، صهيوني أمريكي. في مادة تانية كمان تكفل، شوفوا موضوع حقوق المكونات، تكفل الدولة مش تضمن. مظلوم عبدي، إلهام أحمد، نواف خليل، آلار خليل، صفوا على جنب ولاك، نحن الدولة تكفل وليس تضمن. تكفل الدولة، في فرق ما بين تكفل وتضمن. تكفل الدولة التنوع الثقافي المجتمعي، التنوع الثقافي المجتمعي مش القومي، التنوع الثقافي يعني هنالك حذر شديد. هذا الإعلان الدستوري مكتوب بحبر تركي، الإعلان الدستوري مكتوب بحبر تركي، لأنه أي إصلاحات جدية، أي اعتراف بالكرد في سوريا، أي ضمان لحقوق الكرد في سوريا سيترتب عليه أنه الأتراك كمان لازم يجروا إصلاحات تتماشى مع ما هو موجود في سوريا. الكرد في سوريا بصرف النظر عن تعدادهم 1,000,000 2 3، إذا تم اعتبارهم شعب فتركيا مجبرة 20 مليون في داخل حدودها تنظر إليهم بمنظار أنه شعب. هؤلاء شعب، مش أتراك الجبال، هؤلاء شعب. إذا اعترفوا بأنه هؤلاء شعب، بناء على هذا الاعتراف مقتضيات واستحقاقات قومية ووطنية منصوص عليها في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في العهدين الدوليين اللي بينظم يعني العلاقات والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية. فما بيعترفوا، وهذا إصرار وعناد الأكراد في خلال هال 14 سنة اتضح أنه الأكراد كانوا على حق وهم على باطل. حتى يعني شوية مرونة مع الأكراد، نعم، فيما يتعلق بالعلاقة مع الائتلاف وكذا. هلا أكثر واحد ائتلافي موجود في السلطة بيدافع عن هذه الوثيقة، ولن يدافع عن توقيعه السابق على الاتفاق بين المجلس الوطني الكردي والائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية وما ينص عليه
من تفاهمات مشتركة تتعلق بالوجود القومي الكردي وبحقوق الشعب الكردي وبقضية الشعب الكردي. هذا الإعلان الدستوري يتجاهل مظلومية الكرد على زمن البعث، التعريب والحزام العربي واستجلاب العرب من القرى التي غمرتها مياه نهر الفرات، والتغيير الديموغرافي اللي صار بمناطق الحسكة، وكل هالتفاصيل هي يتجاهلها. لك يا مظلوم عبدي، انت الآن لازم تروح تجلس وعلى الملأ وأمام الشعب السوري وتضع المسدس في رأسك وتطلق النار على نفسك انت وكل شلتك. هذا اعلان دستوري يؤسس لدولة فاشية، لدولة مركزية، لا يؤسس لدولة وطنية، لا يؤسس لدولة وطنية. ولا تمثلني دولة ترتكز على هذا الإعلان الدستوري. هذا مش إعلان دستوري، هذا إعلان وفاة لأي بسيط لدولة وطنية. إعلان وفاة، إعلان نعي. يعني طيب، هل مع هذه القباحة وهذه المهزلة وهذا السوء هل يمكن تلافي الأمر؟ نعم، يمكن تلافي الأمر. دائما هذا الإعلام الدستوري السفيه والتافه، هذا الإعلان الدستوري الفاشي اللي يعني يجهز الدولة يعني يحرض على الكراهية ولا العنف، لأنه كمية الإنكار الموجودة في هذا الإعلان وكمية الالتفاف الموجودة وكمية التعامل على حقائق واستحقاقات البناء الوطني السوري، القومية والوطنية والديمقراطية. كلمة الديمقراطية مش موجودة في هذا. يعني عبد الحميد العواد كان لازم شوية بالعرف، وفق العرف، يعني لك الدستور مناطق الخليج وبلدان الخليج، دستور الصومال في كلمة لا تخلو من كلمة الديمقراطية. يا بني آدم، أنت جايب لي إعلان دستوري يعني بحذر، تجنب بأي شكل من الأشكال كلمة الديمقراطية. أنا ما شفت، إذا أنتم شفتوا قولوا في الفقرة الفلانية مذكور والله كلمة الديمقراطية. مش ممكن تكون موجودة، لكن في البنود الرئيسية الأساسية اللي في الصدارة في المسائل الفرعية، لا، في المسائل الأساسية أنا يعني بصراحة يعني ما شفت. يا ريت تكون موجودة، حتى ولو كانت موجودة، يعني حتى ولو كانت موجودة بهذا القدر من السمية والعرقلة، لا يمكن أن تكون دولة أو أن تقوم دولة ديمقراطية وطنية. نعم، يمكن تلافي هذا الموضوع بتشكيل حالة ضغط داخلي وإقليمي ودولي على حكومة أحمد الشرع. حكومة أحمد الشرع خذلت كل آمال السوريين، يعني وأنصفت آمال الجماعة اللي حواليه وبس، وحاجة كذب وافتراء على الشعب السوري، ويعني سقيهم بمعسول الكلام وكذا والقصص هي. على سيرة السقي، ريقي نشف شوي، يعني قهوة مرة من اسبريسو كذا لحتى يعني نكسر هذه المرارة، مرارة هذا الإعلان الدستوري. إعلان نعي للدستور، هذا إعلان نعي للدولة الوطنية. كل شيء له علاقة بطموحاتنا بسوريا لكل السوريين، تضمن حقوق كل السوريين، تضمن هذه الحقيقة السورية الموجودة هنا، الكرد والسريان والعرب، ولا ترجح كفة على أخرى، وملة على أخرى، ديانة على أخرى، طائفة على أخرى. هذه السوريا التي كنا نطمح، ويعني ثرنا على الاستبداد، وبعدين بيجوا لي أين كنتم؟ أين يا بني آدم؟ أنا عندما كنت أكتب في الصحافة العربية في دمشق
أنت وين كنت؟ أنت شو كنت عم تساوي؟ هدول اللي طلعوا بعد 2011 يعني. أنا كنت أعارض النظام السوري وأنا في دمشق، وأرشيف الصحافي موجود، أرشيف صحيفة الحياة موجود، أرشيف مقالاتي في المستقبل اللبنانية موجود، أرشيف الإنترنت يعج بمواقفي ومقال. بيجي لي واحد زعطوط مش معروف يعني قرعة أبوه منين، بيجي بيزايد علي وأهل السنة ومظلومية السنة وكذا، نحن انظلمنا ونحن. يعني أنت ظلمت، أنت كنت يعني تسعى إلى السلطة. في 82 أردت أنت ثرت على انقلبت على الدولة، وكنت تريد أن تخلع حافظ الأسد وتحط أحمد الشرح في الثمانينات، في 79. واحد نموذج مثل أحمد الشرع كان أنت كنت بدك تساويها ما فعلته الآن في 2025 كنت تريد أن تفعله في 79 في 80. دفعت الضريبة، ضريبة السلطة. نفس القصة في الثورة والانتفاضة على نظام بشار الأسد. أنت كنت تريد السلطة، ومن يسعى إلى السلطة يعرف دموية هذا النظام. لا تحمل مكونات الشعب السوري ضريبة سعيك للسلطة. هم شهداء، هم أبرار، لا تتاجر بدمهم. يا عزيزي السوري الثائر والوطني المستجد، آمل للسوريين غدا أفضل من هذا الإعلان الدستوري، إعلانا دستوريا أفضل من هذا، دستورا أفضل، حكومة أفضل، ورئيسا أفضل من بشار الأسد ومن أحمد الشرع. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.